أعزائي أسعد الله أوقاتكم. الآن نقوم بإطعام الفراخ. طبعا أنا أطعمهم حبة حبة، ما أطعمهم كلهم مع بعض. كما ترون أمسك هكذا حتى أسيطر على الفرخ، حتى دقيقة. الآن يكون جيد كما تلاحظون. ما أطعمهم مع بعض حتى تمتلئ الحوصلة للفرخ الذي أطعمه بهذا الشكل، حتى هذا الشكل جيد. كما تلاحظون الفراخ الأخرى ما تطلب الطعام، أخلص من حبة، بعد ذلك أبدأ الثاني. كما تلاحظون بهذا الشكل، مثل ما تطعم الأنثى الفراخ، حتى بهذا الشكل. كما ترون الآن نبدأ بالفرخ الثاني. أنظف هذا، يتم تنظيفه بشكل جيد. الآن أبدأ بالفرخ الثاني. هذا الفرخ بهذا الشكل. كما تلاحظون ما أمسك الرقبة، فقط أضع يدي حتى لا تقع الفرخ، أو أسيطر على إطعامه بشكل جيد. ما أعطيها كثير، كل مرة أطعم. كما لهذه الفراخ للآغاد أحمر وإيزابيل أحمر. لن أتوقف حتى أحس بأن الفرخ حوصلته أصبح الآن أنظف هذا الفرخ اللي وقع عليه الأكل الفراخ. بعدين أنظف هذا الفرخ أيضا. والآن أبدأ بالفرخ التالي. الآن الفرخ خلصنا منه، ننظفه. بعده يطلب الطعام.
هذا أيضا خلصنا منه. الآن أنظفه كما قلت. الآن أبدأ بهذا الفرخ. عندما تمتلئ الحوصلة أبدأ يعني أعطيها قليل جدا، يعني ما أعطيها كثير. الآن أحاول مرة أخرى. أي واحد يعني يريد بعد الأكل كما تلاحظون أضع عليه أخذ قليل مو كثير. والآن أحجم هذا الفرخ نشوف كيف يكون تحجيم. أمسك الفرخ بهذا الشكل، أمسك كما نلاحظ بهذا الشكل. أضع الأصبع بهذا الشكل، وأول ما أضغط هنا قليل يعني يصبح الأصابع أضع ضغطنا على الحوصلة حتى يطلع الفيديو. نمسك الرجل بهذا الشكل وضع عليها الحجل. كما تلاحظون بهذا الشكل. أمسك مشينا لا نعطي المجال للفرخ نشوف الآن يطلب الأكل بعد أو خلصنا. شوف إذا يطلب الأكل هذا يطلب بعد قليل، يا قليل بعد. لأن هناك من يتوقع إذا أعطينا الكثير للفراخ قد تتهيأ أو كما نشوف الآن. لن أرجع الفراخ إلا بعد ما أحس إنهم أكلوا، يعني الحوصلة يكون هذا خرج خلاص كما نلاحظ الآن. وشكرا.